قصة جديدة وشخص جديد ومكملين. اليوم بالصدفة كمان اسمها ليلى، مشوا معنا نتعرف عليها. فرجية وعن وحدة هيدي عن إزاز صار من زمان. كنت صغيرة عيني كنت صغيرة ضربتني رفيقة أختها ورحت ما يعود ضربت شالوا لي إياه حطيتها عن إزاز عير فردها وأنا وقعت بالجبل ما لما حبيت وقعت روحت الريال تكسروا طلوعها. ويلي هي حولتي هكذا حولتي مع الله. وجوزي توفى من كم سنة. تاخدي شي أدوية؟ إيه عندي هذا الدواء دايم مشينا الليل ويا باخد بنادول. بتلاقي صعوبة شي إنك تلاقيه؟ إيه على هيك. آخر فترة كيف كنت تأمني؟ يعني مين بيأمن لك إياهم؟ كنت بالأول قد ما هم بالصيدلية النهار. بالآخر ما عاد وصلت علينا صار لي زمان. طلبت من الكنيسة صاروا يقدموا لي هلا هدي ومدي كل فترة. هلا خلصت ما هو بهذا الشهر تجيب لي لسه ما جابته ما بعرف كانوا لقيته ما بعرف. كل شهر بتقلي ما نبرمدني وما نعمل. هيدا الدواء عم بتلاقي تيتا ليلى صعوبة إنها تأمنه، بنتمنى على كل حدا هو قادر يأمنه يتواصل معه. ولادها بيعطوني كل شهر 100. نعم ما اني اختي عسكرية حرب قالوا انا صار من امبارح بلا خوف بلش لا حتى ينزلوا يقبضوا اختها لا يجوا يعطوني الميت. وعندنا عيال يا ماما. هذه الحوادث شفتي كيف والدي مع الله نطلب من الله يدبرني. الله يقويك الله يعطيك الصحة يا رب ويطول عمرك. الله يخليكم الله يعفى عنكم يعني. بتلاقي شي صعوبة بالحركة انت وعم تمشي انت وهيك؟ بتعب عندي تكلس برقبتي. قال لي الحكيم بدك تاخذي بنادول وقالوا دواء. حكمتني فترة كقحت هون فتحت عيني صار البات يبرم فيني برم. صرت استفرغ ما كان في حاجة. تقدر تطلعي على العدل. هذه الله بيعيننا. على راسك يا ماما. هذا مطبخ الزيت يعني ما في حنفية لا حط سطل وركبته مش المزق بزق بالسطل ما بحبه. كيف تتدفي؟ هلا بدي احط هيك دفاية. كنت بالاول جيب مازوت ما فيني اجيب مازوت. شو هلا انت بتقطعي تحت الشتاء كرمال ترجعي على التواليت؟ شو بضطر ما فيني. بيدلف عليكي السقف؟ ما بيدلوف بس رطوبة ما فيني اتنفس من وراء الرطوبة. لفترة عبوق برا دفع يعني جو رطوبة البيت سخن. رحت على المستشفى من سببها من العبر. إذا بدي أروح عند الحكي صعوبة يعني ما في يعني قد ما في بتحاول باخذ بنادول بيعمل راسي بيعمل تكلس معه بصير بحب. وإذا بدك تروحي على المستشفى بتمرضي أكثر ما بدك تعيش. نحن رح نجرب نأمن الدواء وكمان كل دواء بتعوزيه زيادة بنتمنى انه تخبرينا تبعتي لنا خبر. طيب هيك دوز صغيرة من فريق العمل بنتمنى تقبليها منا. الله يطول بعمرك الله يسعدك ويبعث لك من العافية يا ماما. حبيبتي الله يقويك. انا انبسطت اني تعرفت عليكي كثير. طولنا بعمرك. الله يخليك يا ماما.
هيدا كان مشوارنا اليوم مع تيتا ليلى. نتمنى على كل شخص هو بحاجة لمساعدة أو بيعرف حدا بحاجة لمساعدة أو هو قادر يأمن الدواء الرواية لتيتا ليلى يتواصل معنا على الرقم اللي رح يطلع على الشاشة. ما تنسوا تتابعونا على جميع حساباتنا على السوشيال ميديا.